السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني، معاكم مطبخ ام فهد. يا ريت تدعموني بلايك واشتراك. النهاردة هنعمل مع بعض المحشي، من الاكلات المصرية الاصيلة اللي كل الشعب المصري بيحبه جدا. كلنا بنحب المحشي، لا غنى عنه يعني. آه طبعا انا سلقت الكرنب. معانا هنا بقى حبتين بصل كبار، حطيت عليهم 3 4 5 قرون شطة. بنحب الشطة الحراقة احنا، يعني بنحب الشطة الحامية جدا، بنكتر منها. حطيته كده على الزيت، هنقلي يعني تقلية المحشي الكل عارفها يعني، ما فيهاش جديد ولا حاجة. التقلية هنا معانا، حطيت البصل على الزيت، بس انا هنعمله ني في ني، يعني مش هنعمله ايه، مش هنحمر البصل ولا حاجة، كله ني في ني. حطيت كده البصل، حطيت عليها معلقة توم كبيرة، وهننزل عليها بشفشق طماطم، وهننزل عليها حبايبي كده بالتوابل. التوابل عبارة معايا عن ايه، عن معلقة كبيرة من توابل المحشي، ومعلقة بقى بابريكا، ومعلقة فلفل وكمون وتوم باودر وبصل باودر، ومعلقة ملح طبعا. وهنقلب كل ده، وهنسيبها بقى ايه على النار لما تتسبك معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكر الله. هتتسبك معانا كده، المفروض انا حطيت لها معلقه صلصه، مكترتش لان انا لقيت الطماطم حمرا زي ما انتم شايفين كده. بجد والله انا عندي التصوير ظالم الحاجه معايا، يعني عندي كاميرا الموبايل ظلمه لي التصوير في كل حاجه. هنا بقى كميه الرز، كل واحد على حسب الكميه اللي هو بيعملها، ممكن حد يعمل نص كيلو، ممكن حد يعمل كيلو، على حسب الكميه. جبت بقى الخضره وغسلتها كويس وقطعتها زي ما انتم شايفين، وقلبتها على الرز، ونزلت بقى عليها كده بالخلطة بتاعة التسبيكة. وهنقلب كده كويس، هنقلبها كده كويس بقى بايدي كده. وهبتدي بقى ايه، ان انا الف المحشي. انا طبعا كنت غسلت الكرنب وحشيته. انا بقى هنا كنت قطعت الكرنب كده زي ما انتم شايفين، مقاسات كده، مقاس الصابع اللي انا هعملها. وهبتدي بقى ان انا ايه، احشي بقى ايه، الف الصوابع. فرشت في الحله طبعا، ما فرشتش لا بصل ولا طماطم ولا جزر ولا الكلام ده. حطيت ورق من ورق الكرنب، اللي هو بيبقى ورق ناشف شويه كده، اللي هو بيبقى لونه غامق شويه، حطيته في قعر الحله. وهبتدي بقى ان انا ايه، الف كده وارص في الحله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهم حاجه، معلش بقى انا ما وريتكمش تقطيعه الكرنب في الاول، بس نبقى نعملها في فيديو تاني ان شاء الله. تقطيعه الورق عشان يبقى مظبوط معايا، يبقى على اللف بس، ما ياخدش معانا وقت ولا مجهود. هنبتدي بقى ان احنا نلف كده، نصبح كده الصابع المحشي زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اوريكم بقى ان انا عملت اول طبقتين، وببتدي اكمل. هنا بقى بنوتي ما شاء الله عليها، اول مره قعدت قدامي قالت لي ماما انا هجرب كده الف معاكي صوابعها الجميله دي. بتلف معايا اهي ما شاء الله. بتقول لي ماما شوفي الصباع بتاعي حلو ازاي، بقول لها ما شاء الله عليكي، كملي. هاتيني قاعده معايا بقى تساعديني عشان عامله كميه كبيره ما شاء الله. قالت بقى نساعدك بدل ما انتي ايه هتعملي الكميه لوحدك. هنا بقى كنت خلصت، وكان عندي شويه ورق عنب، فحطيتهم طبقه كده فوق، طبقه واحده بس. كملت بقى ورق عنب عشان عندي فيه اللي ما بيحبش الكرنب بيحب العنب، ورق العنب. هنا بقى ايه، جبت معلقتين زبدة، حطيتهم على وش المحشي كده، عشان خاطر لما يبقى طيب يبقى اديله لمعة كده. وهبتدي بقى انزل بالشوربة سخنة، دي شوربة لحمة. يا دوبك كده يا دوبك كده اغطي المحشي من فوق، يعني يبقى المحشي بسوى المية كده، بسوى الشوربة اللي انا حطيتها دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنولع عليه بقى، اول ما يبتدي يغلي بنهوت عليه النار خالص، يبقى شمعة كده عشان يستوي ايه على نار هادية كده. ما شاء الله تبارك الرحمن، استوى معانا ما شاء الله، تحفة وريحته كانت
جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. بنفضيه كده ما شاء الله تبارك الرحمن، ريحته تحفة. نسيت اقول لكم بقى، انا حاطه معلقه قرفه. معلقه القرفه دي في المحشي بتخليه في حته تانية بجد. معلقه القرفه دي تحفه في المحشي، بتخليه كده طعمه وريحته زي العسل. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي ما شاء الله، مفرفط كده معانا وجميل. معلقتين الزبده برضو بيخلي المحشيه كده تبقى بتلمع كده. الله اكبر ما شاء الله تبارك الرحمن، ريحته تحفه، طعمه تحفتين. بجربوا حبايبي كده عمايل المحشي بالقرفة، تحفة بجد، مش هتندموا. وبألف هنا وشفا يا رب. ما تنسوش حبايبي تدعموني بلايك وشير. مطبخ ام فهد، يا ريت كل يشوف الفيديو بتاعي يعمل لي اشتراك رجاء يعني. وبألف هنا وشفا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.